لنطلق العنان ونبدأ في رسم سيناريو يمكن في لحظة مباغتة أن يحدث. ماذا لو ذهبت ترسانة إثيوبيا العسكرية من مدرعات وطائرات ومركبات لمواجهة أعتى قوة عسكرية في القرن الإفريقي عند حدود الصومال؟ نعم يا سادة، الجيش المصري يتأهب لحرب ضروس ضد آبي أحمد الذي أعلن بأنه سيذل أي دولة تهدد سيادة بلاده، بعدما كشرت القاهرة عن أنيابها وبعثت صفقة أسلحة لا تعرف الرحمة إلى أرض الأزمات والانقلابات، إلى الصومال. ليظل السؤال الأكثر إلحاحاً: لمن ستكون الغلبة في نهاية المطاف؟ جيش السيسي أم جيش آبي أحمد؟ إليكم التفاصيل. لعنة الجغرافيا تطارد إثيوبيا. دعنا نبدأ من هنا عزيزي المشاهد، من بلد يصل عدد سكانه إلى 150 مليون شخص يعيش في سجن الجغرافيا